هاي، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة، وتشتركوا في صفحتي وجروبي الرسمي على الفيسبوك بنفس اسم القناة بيت مارو مورز هوم. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده هنعمل وصفة أصيلة من وصفات عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم بخير، وربنا يعود عليكم يا رب بالسعادة والصحة واليمن والبركات. النهارده هنعمل مع بعض الفتة المصري، طبق فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينه في وجبة واحدة اللي هي وجبة الغداء. تمام. انا هنا سلقت اللحمة، حمرتها في معلقة زبدة او سمنة، ومعاها ورق لورا وحبهان، وطشيتها بالمية وهسيبها على نار هادية تطيب. والعيش معايا هنا انا هحمصه في الفرن علشان ما تبقاش تقيلة قوي. في ناس بتقليه في الزيت، انا هحمصه في الفرن. بقطعه عيش مصري عادي اللي بنجيبه من الفرن، العيش البلدي. تمام. هقطعه كده، ممكن تقطعيه عادي بايدك. انا بقطعه بالمقص. تمام، بحب يبقى ليه شكل فبقطعه مربعات كده زي ما انتوا شايفين. ولا هحط عليه اي حاجة، هحطه في الصينية دي وادخله الفرن يحمص مع نفسه. بس كده علشان تبقى خفيفة، لان هعمل دي مقلي والرز هيبقى تقيل، يعني مش عايزة الوصفة تبقى تقيلة على قلبنا. تمام، نحاول نقلل الزيوت والدهون في اكلنا. فانا قطعت العيش وحطيته في صينية وهحطه في الفرن يتحمص. تمام. يلا بينا نخش على الرز. طبعا كلنا عارفين ان الرز بتاع الفتة بيبقى رز ابيض. معايا هنا حلة حطيت فيها معلقة سمنة او معلقة زبدة اللي عندكم، بس بلاش زيت، يا معلقة سمنة يا معلقة زبدة. تمام. التكة اللي بعملها في الرز بتاع الفتة بتديه طعم تاني خالص، هي معلقة توم. معلقة توم ممسوحة كده، يعني قد 3 4 فصوص توم مفرومين. تمام. بجد التكة دي اعملوها في الرز، ده التوم. تمام. بيدي طعم تاني خالص. هحمره كده، انا مش عايزاه ياخد لون. اول ما اشم ريحته هنزل بالرز. انا غاسله الرز، غاسله نص كيلو رز وسايباه في الميه يتنقع علشان ينزل النشا بتاعته كلها، عشان الرز بعد كده يطلع معايا مفلفل وجميل. هنا التومه يا دوبك شميت ريحتها، انا مش عايزاها تحمر، مش عايزاها تاخد لون، لان التوم لما بياخد لون بيمرر غير البصل. هبتدي احط الرز اهو، نص كيلو رز انا غسلاه وكنت نقعاه شويه في الميه. وهبتدي اقلب كده لحد ما كل رزايه تتغلف بالزبده او السمنه اللي معايا، واحسه انه بدأ يفلفل كده. هبتدي اطشه بالشوربه بتاعه سليق اللحمه. انا بشتغل كله مع بعضه واخلص الحاجه واحطها على عين تاني تكمل سواها علشان ما تاخدش معاكوا وقت. يعني بجد الوصفه دي كل اللي خدته معايا وقت نص ساعه، ساعه الا ربع، الاكل كان جاهز. تمام. هفضل اقلب فيه كده لحد ما الرز كله يتغلف بالزبده او السمنه ويفلفل، احس انه فك كده من بعضه، لان الرز في الاول بيمسك كده في بعضه بعد كده بيفك. لما يفلفل بعد كده هبتدي كده، عرفت ان هو وصل للمرحله اللي انا عايزاها، هبتدي احط له الشوربه. انا عندي اللحمه خلصت السلق بتاعها وطفيت عليها، الشوربه بقى هستخدمها في الرز. بصوا هتلاقوا الرز معايا فلفل خالص، كل رز بقت لوحديها كده. تمام. هبتدي دلوقتي احط الشوربه على الرز. الشوربه عشان الرز يطلع معاكم مفلفل وحلو ومش معجن، الشوربه لازم تكون فوق الرز بعقله صباع واحده. انا هحط الشوربه ونرجع نكمل بقيه الوصفه.
عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام. هوطّي الرز خالص وهابتدي بقى اعمل الصلصة. الصلصة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 طماطمات ومعاهم قرن فلفل، ممكن تحطيه حامي او مش حامي حسب رغبتك، وبحط شوية مية عليهم في الخلاط او الكبة وبسيبهم يتضربوا. ومعايا هنا حلة على النار فيها معلقة زبدة، وهنزل بفصين توم، اشم ريحتهم برضو، وهنزل بالصلصة. هحط لها ملح وكمون وكزبرة وبس كده، وهسيبها تتسبك مع نفسها. مفيش اسهل من كده. خلصوا حاجة حاجة واركنوها على جنب تكمل سويها، مش هتاخد معاك وقت خالص الوصفة. هنا حطيت الطماطم، هحط عليها ملح وكمون وكزبرة، وهسيبها تتسبك مع نفسها. الطماطم مش بتاخد وقت كبير في التسبيك. تمام. ادي معلقة ملح كده صغيرة، واحط معلقة كمون وكزبرة ناشفة. تمام. ادي معلقة الكمون، ودي معلقة الكزبرة. بس كده هقلب الصلصة مع بعضيها واسيبها تدي وتاخد مع نفسها. وهبتدي في الدقة، يعتبر اخر حاجة الدقة وتحمير اللحمة. انا اللحمة هحمرها بطريقة هتشوفوها دلوقتي. بس كده هبتدي في الدقة. الدقة حطيت شوية زيت صغيرين عليهم معلقة توم. اول ما التوم غير لونه نزلت بربع كوباية خل. بس كده هي دي الدقة، وهيتحط لها ملح، شطة، كمون، فقط لا غير. دي الدقة اللي انا بعملها للفتة وبرضو للكشري، بتبقى جميلة جدا. وبرضو وصفة الكشري على القناة. هحط لها شوية ملح وشوية كمون وشوية شطة. هنا زودتها شوية مية، ممكن اللي حابب الخل مركز فتزودوه ميه عادي، يعني تحط ربع كوبايه خل وربع كوبايه ميه، مفيش اي مشاكل، مش بيأثر في الطعم. بس هنا حطيت الملح وهحط شويه الكمون وشويه الشطه بس، وهقلبها. اول ما تغلي الدقه هروح عايشاها من على النار على طول، ما بسيبهاش تغلي كتير.
هنا اللحمة معايا هحمرها ازاي، حطيتها في صينية ومسحتها بفرشة سمنة وشوربة من فوق بس، وهدخلها على الشواية تاخد وش بس كده، ولا حمرها في سمنة ولا وجع قلب كتير ودهون كتير، لا احنا بنحاول نقلل. هنا كله جاهز معايا، ادي الرز معايا وادي طبق التقديم والصلصة والدقة والعيش واللحمة. نبتدي بقى نزين طبقنا. تمام، بجد الوصفة دي تحفة تحفة تحفة، جربوها في العيد. طبعا اكيد كلكم بتاكلوا في العيد فتة. الفتة احسن وصفة، وصفة حلوة قوي، ووصفة مصرية تقليدية زي الفول والطعمية كده، وبجد تحفة. انا حطيت الرز اول حاجة وهحط حواليه. اللي حابب العيش، انا بحب العيش يبقى يعني يجرش معايا، بحبه ناشف. اللي حابب العيش طري يحطه تحت الرز، لان سخونة الرز هتلين العيش. هحط العيش كده حواليه. تمام، وهحط الصلصة فوق الرز. تحطوها زي ما انتوا عايزين، الشكل اللي عايزينه، اللي يخلي طبقكم جميل. تمام، حابين تحطوها على الرز كله، تمام، من على الجناب وفي النص، تمام، مفيش مشاكل. انا بحب احطها من على الجناب بس. واللي عايز يزود في صلصة طبعا هتتبقى وفي دقة هتتبقى، اللي عايز يزود يزود، ده على حسب الرغبة الشخصية. في ناس ما بتحبش التوم الكتير في الدقة، في ناس بتحبها كتير، فكل واحد ياخد في طبقه ويزود زي ما هو عايز. ودي اللحمة دي انا حطيتها على الوش، بصوا واخدة وش جميل معايا، خدت على الشواية وش كده تحمير جميل من غير قلي ولا تحمير في سمنة ولا اي حاجة. تمام، وهحط التوم كده على الوش، هرش كده رشة بسيطة، والزيادة الكمالة بره اللي حابب يزود. بس كده هحط التوم، ويبقى كده الوصفة معايا جاهزة تمام. بس كده الوصفة خلصت معايا، يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم في القناة بتاعتي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين.